السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي، معاكي رشا الاسيوطي. ولو دي اول مره تشوفيني حابه اقول لك نورت القناه، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا صباح الجمال، ازيكم يا احلى الناس؟ النهارده جبت لكم كده حاجات تحفه، تعالوا نشوفها مع بعض. انا جبت ايه؟ اول حاجه جبت الشماعه دي، شكلها يعني كده عجبني وممكن احط فيها فوط المطبخ. احط فيها مثلا حاجات، فازات، زرع، حاجات زي كده. والحاجه التانية انا جبت الفوطه السحريه دي. دي بيقولك تحطيها في الميه تغسلي بيها الحيطه، حبر، مش عارفه، حاجات رصاص كده بتتشال على طول. فانا هعمل ان شاء الله ريفيو عنها اثناء الروتين، واقول لكم برضو ايه رايي فيها يعني. دي الحاجات اللي جبتها، بس لسه بقى في تاني. جبت بقى 2 جلافز. 2 جلافز دول كان سعرهم عامل 50 جنيه، فانا محتاجاهم طبعا. واشتريت بقى دي كانت، انا كنت مفتقداها يعني، كنتش بنزل وكنت بنسى، كل ما افتكر اشتريها بنسى خالص. تمسحي بيها الرخامة بعد ما اغسل الرخامة، شدي بيها المية، شدي بيها اي حاجة، الازاز. وطبعا السبتيولة دي جبتها برضو، كان سعرها عامل 35 جنيه. انا الطقم عندي كامل ما عدا دي، فلقيتها في وش قلت اجيبها معاكم. وجبت البخور عشان بس ايه، انا البخور عندي كان خلصان، وبحب كده يوم الجمعة احب كده بخر بقى البيت وبخر المطبخ وكل حاجة كده بخرها. فكان سعره عامل 35 جنيه. وجبت بقى حاجة حلوة خالص، تحفة. جبت معاكم مسك. المسك ده لو قطعتيه على 4 أجزاء، فتحطيه بقى في الدولاب عندك، بيخلي ريحة المكان أو الدولاب اللي انت حاطاه والهدوم تحفة خالص. أو ممكن تعمل بيه وصفات أو خلطات أو حاجات زي كده. وجبت معاكم الفرشتين دول، بيوصلوا لأي أماكن ضيقة مش عارفة توصلي لها. دول تحفة وعمليين جدا. كان سعرهم الاتنين عامل 15 جنيه. في فرش كده 3 نحاس وحديد وحاجات زي كده، يعني خامتهم أقوى من دي، فملقتهاش، لقيت دول فأنا أخدتهم. واشتريت المعطر فريدة، طبعا محدش بيستغنى عنه. واشتريت بقى لانش بوكس عشان خاطر دخلت المدارس. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، يا رب كده سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. فاشتريت اللانش بوكس ده، فيه معلقة وفيه شوكة وفيه سكينة في نفس الوقت، يعني تستخدم الاتنين. وهو عبارة عن دورين. الدور اللي فوق ده للبسكوت وحاجات كده، يعني بسكوت تحط فيه حاجات كده خفيفة، بونبوني الكلام ده. وتحت السندوتشات، قطع مثلا بانيه. وجبت بقى معاكم البوتل دي، فدي بتتفتح من فوق. اصل انا يعني ابني سنه صغير 4 سنين، فلو جبت الازازه اللي بتتفتح بقى غطا وكده هيبهدل نفسه، فمش هتنفع خالص معاه. فجبتله دي تبقى سهله وبسيطه يعرف يشرب منها عشان هو سنه صغير. وجبت معاكم الشماعه دي، انا جايبه 2 منها. الشماعه للبنطلونات دي مخصصه للبنطلونات، بتشيل 5 بنطلونات. كان سعرها عامل 35. واللانش بوكس كان سعره عامل 65 جنيه. والبوتل دي كان سعرها بين 25. جبت بقى معاكم الترند. دي كانت طالعة من فترة، كان نفسي فيها خالص، فالحمد لله ربنا كرمني وجبتها. فدي هعمل ريفيو عنها كمان برضو في الروتين، اقول لكم رأيي فيها ايه. هي عبارة عن فرشة وهي مساحة في نفس الوقت، يعني هما الكوريين بيعملوا عنها ريفيوهات حلوة خالص. فانا قررت اجيبها معاكم واستخدمها معاكم واقول لكم رأيي فيها ايه. دي كان سعرها عامل 65 جنيه. ودي كل الحاجات اللي انا اشتريتها. بس لسه في مفاجأة بقى، انا اشتريت حاجة كان نفسي برضو فيها من زمان. تعالوا اقول لكم ايه هي. تعالوا كده، ايه رايكم؟ انا مبسوطه جدا 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 ان انا اشتريتها، انا كان نفسي فيها خالص، والحمد لله ربنا كرمني واشتريتها. بصوا بقى، هي عباره عن 4 قطع، يعني 4 خانات. خانه هوريها لكم برضو، دي بتستخدم لايه وايه وايه يعني. وهي اليد بتاعتها عباره عن 4 قطع كده بتركبيهم. تعالوا مع بعض نشوف بقى المساحه. بصوا، انا دلوقتي هشدها معاكم، بصوا شكلها عامل ازاي. الخامة بتاعتها فايبر كده حلوة. انا طبعا نسيت اللي هي عبارة عن كفرين، كفر الحيطة وكفر الارضيات. انا نسيت الكفر التاني في المحل. شايفين بقى الذكاء بتاعي، نسيته في المحل. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا الجردل عامل ازاي. ودي خامة سيليكون بتفتحيها، دي بتنزل منها مية الصرف، تشديها كده هي قوية يعني، بتنزل منها مية الصرف. انا بوريكم هنا المساحة ان هي بتلف طبعا الاتجاهات كلها. بصوا ازاي بتلف كل الاتجاهات، عملية وسهلة جدا في اي مكان تدخل معاكي. تعالي بقى نركب مع بعض القطع بتاعت المساحة. هي طويلة، الايد بتاعتها طويلة خالص يعني مش هتتعبك. اما بالنسبة للمساحة والفرشة في نفس الوقت، دي الايد بتاعتها قصيرة يعني، فهتوجع لي ظهري. هنا بوريكم، هنا دي تجفيف الوسط.
انت بتشديها كده، وده التجفيف القوي خالص اللي خليها لك تبقى جافه خالص. بصي هي سهله اثناء الاستخدام، يعني مش هتتعبك في حاجه، سهله جدا. بصي بقى يا ست الكل، انا النهارده جبت لكم حاجات كده كتير، فشجعوني وادعموني كده بلايك كده واشتراك في القناه، واكتبي لي كده كومنت كده حلو زيك عشان احس بقى الفلوس بتاعتي ما راحتش كده على الفاضي. باي باي عسل، ان شاء الله اشوفك على خير الحلقه الجايه، مع السلامه في رعايه الله.